سنة 62 لسنة 70 تقريبا 8 سنوات. قامت حرب اليمن أو ثورة اليمن كما يطلق عليها. ساعتها شاركت قوات المصرية وقوات من الاتحاد السوفيتي مع قوات بريطانية، ودخلوا حرب احنا كمصريين لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ساعتها دخلت القوات المصرية بما يقارب 70,000 جندي. الكلام دوت أثر على أداء الجنود المصريين وأثر على أداء الجيش المصري في سنة 67 طبعا، وهو كان من أحد أسباب هزيمة الجيش المصري وفي النكسة في 67. من سنة 62 لسنة 70 ال8 سنين دولت ما تعلمناش منهم الدرس. وفي 2023 ديسمبر 2023 مصر بقيادة الأراجوز لهبل داخلة تاني تحالف مع أمريكا، ومش فاهمة أن أمريكا لو هي قادرة تعمل الميشن مع نفسها هتعملها. عندها أحدث أسلحة، عندها أحدث أقمار تجسسية، عندها كل شيء، مش محتاجة مصر. لكن مصر بيجيبوها بس للديرتي وورك أو الأعمال القذرة اللي هم ما بيكونوش عايزين يرموا جنودهم فيها عشان يموتوا لحتفهم، فبيجيبوا الجنود المصريين اللي محدش سائل عليهم ويرموهم في التهلكة. طبعا لا أخفيكم سرا، كلنا بقينا عارفينه القاسي والداني، إن على سدة حكم مصر زي ما كان جمال عبد الناصر جاسوس وبيدمر مصر ودمر جيش مصر ودمر الوحدة بين مصر وسوريا ودمر كل شيء في مصر، واستلم مصر مع إقليم غزة، فك كل الارتباط بيننا وبين كل الدول العربية. دلوقتي عبد الفتاح السيسي بيكمل الميشن بتاعت الجواسيس اللي بيحكموا